يعني من الاخر مجننين. هنعمل الكلام ده كل يوم؟ لا طبعا. اهالينا علمونا ان الراجل بيحب الست اللي بتقول حاضر ونعم وطيب، بس لما تيجي تشوف الست اللي بتقول حاضر ونعم وطيب دي هتلاقيها مش مرتاحه مع جوزها اصلا. بالعكس، ده في رجاله منهم، من الناس اللي هي متجوزه ستات بتقول حاضر ونعم وطيب دي، بتروح تتجوز واحدة تانية أو تعرف واحدة تانية بتلعبه كده. ساعات تحسسه اللي هو الحب الأول والأخير، وساعات تحسسه اللي هي مشغولة عنه ومش فاضياله. شوية تقول له حاضر ونعم وشوية تقول له لأ. هل أنا بقومكم على جوازاتكم وبقول لكم اعترضوا على كل حاجة هما بيقولوا لكم عليها؟ لا طبعا. بس زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات ان الراجل ما بيحبش الست اللي بتتعامل بيها على طبيعته كده، ولازم يكون في حيل زي ما قلنا المرة اللي فاتت. هسيب لكم اللينك تحت. انا في الفيديو ده هقولك على حبة حيل هتخليه خاتم في صباعك. مش كل ما يرجع من الشغل يلاقيكي قاعده مستنياه ومتوضبه وحالك وبتاع، لا، خليه يعرف ان انت وراكي حاجات ومشغوله ووراكي التزامات غيره. بس ده ما يمنعش ان انت برضه هيكون مظهرك حلو، بس انت مش فاضياله. فاهمه معنى كلامي؟ اللي هو لما يرجع من الشغل يروح هو اللي يدور عليكي. هنعمل الكلام ده كل يوم؟ لا طبعا. في ايام انت قاعده مستنياه على نار والكلام ده، وانت بقى بتعبري له بكلام حلو زي كده. مش دايما اللي انت قاعده مستنياه وما بتعمليش حاجه، ولما يرجع من الشغل يقولك ايه ده، هو انت بتعملي ايه؟ ما الدنيا حلوه اهو وانت قاعده فاضيه بتتفرجي على التلفزيون، صح؟ مرة تاني يلاقيكي مشغولة وعمالة في هدوم كتير مثلا بتوضبيها، ويشوف مجهودك وانتي بتعمليه علشان يحس ان انتي فعلا بتتعبي في البيت. نيجي بقى تاني حاجة، وقت الزعل لما يكون مزعلك لازم يحس اللي هو غلطان وانك فعلا زعلتي. ولما تتصالحوا ما تبقيش عادي كده وبتهزري زي طبيعتك عادي وكلام حلو بقى وخلاص لفلفه، لا، انت لسه زعلانه وجواكي زعلانه، يعني انت بتتكلمي معاه عادي بس مش العادي قوي. فاهمه؟ في حاجه ناقصه. العكس بقى ما يكون هو عامل حاجه مفرحاكي، لازم بقى تطيري بيه بقى، يعني كل بقى الحلويات تتعمل له. تالت حاجه، بلاش تبقي كتاب مفتوح بالنسبه له. يعني انت متخانقه مع اهلك مش لازم يعرفوا، هو ممكن يحس ان في حاجه، بس انت دايما تقول لا عادي مفيش حاجه. جو بقى الستات اللي بيقعدوا يقول انت سندي، انت ظهري، انت، طب ما هيديكي فوق دماغك ويقول ما هي ملياش غيري، هي قعدالي. جو بقى هيحط في بطنه بطيخه صيفي وانت قعداله كده كده ملكيش حد. اوعي تحسسيه بكده. رابع حاجه، لما يغير عليكي ما تحاوليش تحسسيه ان انت بقى اجرمت، انت بتغير عليا يبقى انت كده بتشك فيا. لا، في شعره ما بين الغيره والشك. خليه يغير عليكي ودايما تحسسيه طبعا لازم تغير، ما انا حلوه ممكن اتاخد منك وانت اصلا مراته. خامس حاجه بقى، بلاش جو الشهامه وقلع لك سيرتي بقى وروح بيعها والجو ده. اقفي معاه معنويا، شجعيه معنويا، بس حوار الفلوس امسكي نفسك شويه. لما يكون جاب اخره بقى، اخره الاخره كده، بعد كده ممكن تطلعي منك حاجه كده نفحيه كده تديها له. ليه؟ علشان ما يتعودش. محدش يجي يقول لي ازاي انتي بتحرضي الستات ما تقفش جنب جوازتها. في رجاله اول ما بتحس ان الست تقدر تصرف بيشيلوا ايديهم، واحنا مش عايزين نوصلها لكده، علشان ما تجيش تقول انا قلت له ايديا ال10 شمع وبعد كده ما تمرش فيه. طب ما قلتلوش 5 بس ليه؟ الا موضوع الفلوس ده هيعمل في نفسيتك انتي قبل اي حاجه، هتحسي ان انتي اللي بتصرفي وهو اللي يتكل عليكي انتي. لا، الجو ده احساسه وحش جدا، فما توصليش نفسك للموضوع ده. ساعديه، ساعديه لما هو يكون جاب اخره بقى، جاب اخره خلاص بقى اتصرف في كل حاجه. وبعد كده ممكن تعملي حاجه بسيطه كده تسد بيها ايه المشكله دي. اخر نصيحه عايزه اقولها لكم، ما تبقيش هاديه زياده عن اللزوم في البيت. لا، مره بتتخانقي، مره هاديه، مره رومانسيه، مره مطنشه اصلا. الجو ده يعني من الاخر مجننين، يعني يحس اللي فيه 4 ستات معاه في البيت مش هيبص لواحده تانية عمره. بس كده متنسوش تعملوا لي اشتراك، ولو عايزين نعمل بث مباشر نقعد نرغي مع بعض كده ستات وبنات مع بعض، اكتبوا لي تحت ساعه ويوم معين نتكلم فيه مع بعض في بث مباشر. وطبعا متنسوش تعملوا لي لايك عشان اعرف الفيديو عجبكم، واكيد كومنت حلو منكم. سلام.